السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكون احوالكم طيبه. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم وصفات من مطبخ مريم ميريز كوكتوب. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكونوا فيه جوج ديال الاقتراحات اللي يقدروا ينفعوكم للكوتي او الا كانت عندكم شي عراضه. الاقتراح الاول هو كيك بالشوكولات اللي كيجي بحال البراونيز، كيجي المذاق ديالو زوين بزاف بطريقه جد سهله وبمقادير مضبوطه. والاقتراح الثاني ان شاء الله غادي يكون ميني كيك بكريمه ديال البرتقال، كيجيو اكثر من رائعين والطريقه ديال التحضير ديالهم سهله جدا. فإلا عجبتكم او لا عجبكم الوصفات ديال اليوم ان شاء الله خليكم معايا حتى لاخر الفيديو ما تمشيو فين. وإلا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي مرحبا بكم. غادي نبدا معكم بالكيكه ديال الشوكولات، والمقادير كلها ان شاء الله غتلقاوها مكتوبه اسفل الفيديو في صندوق الوصف. في كاسرولة غادي ناخد كاس لارب ديال السكر الخشن اولا سكر سنيده، 4 ديال المعالق كبار ديال الكاكاو المر، نفس الكاس اللي غتاخدو به العبار ديال السكر سنيده هو اللي غادي تاخدو به العبار ديال باقي المكونات. غادي نزيد كاس ديال الماء، كاس ديال الحليب، وكاس ديال الزيت، وغادي نخلطو كلشي على البارد، ومن بعد غادي نديروه على نار مهيله مع الاستمرار في التحريك. غادي نديرو الخليط على نار مهيله وغادي نستمروا في التحريك حتى يبدا كيغلي هذاك الخليط، ومن بعد غادي نطفي عليه وغادي نحيدو من فوق البوطه، وغناخد منه تقريبا واحد الكاس، نفس الكاس اللي خديت به القياسات في الاول، غادي نخليه جانبا. وبالنسبه للخليط اللي في الكاسرونه غادي نخليه حتى يدفع، عاد غادي نبدا نصاوب به الكيك. في انيه واحده اخرى غادي ناخد 3 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه، غادي نزيد عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال السكر فانيليا، وغادي نزيد واحد 3 المعالق صغار ديال السكر سنيده غير باش نطرب البيض. بالنسبه لهاد الكميه ديال السكر اللي انا درت فالكيكه ما كتجيش حلوه، ولا كنتو بغيتوها تجيكم شويه حلوه غادي ديروا تقريبا واحد نص كاس ديال العنبه ديال سكر سنيده اللي غتزيدوه مع البيض. غادي نطرب كلشي مزيان، وتقدروا تطربوها غير بالطراب اليدوي. من بعد ما تيدفى الخليط الاول ديال الكاكاو والماء والسكر غادي نضيفوه على الخليط ديال البيض والسكر اللي طربنا، وغادي نخلط كلشي مزيان. من بعد ما كنخلطوا كلشي مزيان غادي نضيف الكاس الاول ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وغادي نضيف 3 ديال الاكياس ديال خميره الحلويات، كل كيس من فئه 8 غرام. وغادي نولي نزيد كاس ونص ديال العنبه ديال الدقيق، اي في المجموع ديال الدقيق خدات ليا 250 غرام، جوج ديال الكيسان ونص. كل كاس ديال العنبه كيوزن 100 غرام، ولا بغيتو تعبروه بالمعلقه فهو كيهز 5 ديال المعالق كبارين عامرين ديال الطحين. وديما الدقيق ضيفوه بالتدريج حتى تشوفوا الكميه اللي غادي تحتاجوا بالضبط للكيك. بالنسبه للقوام ديال هذا الكيك فهو ما كيجيش قاصح بحال الكيك الاخر، كيجي شويه كيكون جاري كيف ما هو موضح في الفيديو. غادي نخوي الخليط ديال الكيك في مول اللي غلفتو بورق الطهي، وغادي ندخلها الفران. مده الطهي تقريبا ما بين 30 حتى ل 35 دقيقه على درجه حراره متوسطه.
من بعد ما كيطيب الكيك غادي نخليه حتى يدفى واحد شويه. غناخد واحد القطيب ديال الشوا وغادي نبدا نتقبها، وغادي ناخد هذاك الكاس ديال ديك الصلصه اللي خلينا من الاول غادي نسقيها به. في هذه المرحله ضروري تخليو هذاك الكيك حتى يشرب هذيك السقوه مزيان، عاد تقدروا انكم تزينوها باش ما بغيتو من الفوق. انا هنا غادي ناخذ واحد 100 غرام ديال شوكولا بالحليب، وغادي نزيد عليه واحد الياغورت ديال الشوكولات، غادي نديرو في حمام مريم حتى كيذوب، وغادي نزين به الوجه ديال الكيك ديالي. الا ما بغيتوش ديروا الشوكولات من فوق الكيك تقدروا ديروا غير الياغورت ديال الشوكولات. وكما قلت لكم ضروري تخليو هذاك الكيك حتى يشرب هذيك السقوه، عاد زينوها. انا هنايا غادي نزينها بنصيصات ديال الكركاع، وتزين بطبيعه الحال كيبقى اختياري. والكيك خليوه في الثلاجه حتى الوقت التقديم. دابا غادي ندوز معكم الاقتراح الثاني اللي هو ميني كيك بكريمه ديال الليمون اولا البرتقال. غادي ناخذ حبه ديال البيض تكون كبيره بدرجه حراره المطبخ، غادي نزيد عليها نص كاس صغير ديال السكر اولا ما يعادل 2 ديال المعالق كبار، قبيصه ديال الملحه، وغادي نطرب كلشي مزيان. غادي نزيد شويه ديال القشور ديال البرتقال. بما انني غادي نخدم الكريمه بالبرتقال فحتى الكيك غادي ندير ليه النكهه ديال البرتقال. غادي نزيد نص كاس صغير ديال الحليب ونص كاس صغير ديال الزيت، وغادي نخلط كلشي مزيان. غادي نضيف الدقيق بالتدريج. بالنسبه للدقيق خدات ليا 5 ديال المعالق كبار عامرين ديال دقيق الابيض الخاص بالحلويات، وغادي نزيد واحد الخماره وغادي نخلط كلشي مزيان. وفي الاخير غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الخل، وغادي نخلط كلشي مزيان. بالنسبه للقوام ديال الكيك كما كتشوفوا فهو ثقيل شي شويه. غادي ناخذ القوالب ديالي غادي ندهنهم بشويه ديال الزبده، وغادي نرشهم بشويه ديال الفينو اولا سميده رقيقه اللي عندكم متوفر. بالنسبه للمقادير ديال هذا الميني كيك فهما كيعطيو 8 ديال الحبات، قياس كل وحده 8 ديال السنتيم. الا كنتو باغيين كميه اكبر فما عليكم غير تضاعفوا المقادير. بالنسبه للطريقه ديال الطهي غادي ندخلهم الفران اللي سخنته مسبقا على درجه حراره 170 درجه. اللي عندها فران ديال الغاز درجه حراره كتكون مهيله، كياخذوا تقريبا واحد 20 دقيقه في الطياب، فحاولوا انكم تردوا معاهم البال. من بعد ما كيطيبوا غادي نحيدهم من داك المول وغادي نخليهم باش يبردوا، وغادي ندوزو باش نصاوبوا كريمه ديال البرتقال. في كاسرونه غادي ندير كاس ديال عصير البرتقال بالقياس ديال كاس العنبه، كاس ونص. غادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال سكر سنيده، والسكر تيبقى على حسب الذوق. معلقه كبيره عامره ديال بودره الكريم باتيسير، شويه ديال الماء زهر، وغادي نخلط كلشي في الاول على البارد. غادي نديرها على نار مهيله مع الاستمرار في التحريك. منين كتولي الكريمه ثقيله غادي نضيف واحد العلبه ديال ياغورت طبيعي بدون سكر، وغادي نخلط كلشي مزيان. غادي نخوي الخليط ديال الكريمه في واحد الزلافه، وغادي نغطيه بواحد البلاستيك غذائي.
البلاستيك غادي نديروه مع الوجه ديال الكريمه باش هكا ما كتكونش هذيك القشره من الفوق، وغادي ندخلو للثلاجه باش يبرد واحد شويه. من بعد ما كتبرد ليا الكريمه غادي نحيد لها هذاك البلاستيك وغادي نزيد عليها واحد 3 المعالق كبار ديال بودره الكريم شونتي. وغادي نطربها بالطراب الكهربائي حتى تطلع ليا هذيك الكريمه. تقدروا الا ما بغيتوش تضيفوا الشونتي ما ديروهاش وتكتفيوا فقط بهذيك الكريمه الاولى اللي درت معكم ديال البرتقال وبودره الكريم باتيسير. غير هي هاد الكريمه هكا بالشونتي تيقوني كتجي خفيفه وزوينه وحتى المذاق ديالها كيجي شويه مبدل، وتقدروا تعتمدوها حتى في لي طارطوليت. غادي ندير الكريمه في البوش وغادي نبدا نعمر الميني كيك ديالي. وحدين غادي نزينهم بالفريز وحدين غادي نزينهم بالكاوكاو كونكاسي مع شويه ديال الوريقات ديال الورد البلدي، وبطبيعه الحال تقدروا تزينوهم كيف ما بغيتو. كانوا هادو الاقتراحات ديال اليوم، كنتمنى انهم يكونوا نالوا اعجابكم. الى عجبكم الفيديو خليو لي لايك، وإلا كان عندكم اي اقتراح تقدروا تخليوه ليا في التعاليق اسفل الفيديو. شكرا على المشاهده وموعدنا في فيديو مقبل ان شاء الله.